حلقة اليوم نناقش مستوى المشاركة العربية في بطولة إفريقيا للمحليين والجدل المتواصل حول أهمية المسابقة. أبدأ بك في الاستوديو هنا محمدي قبل أن أنتقل إلى عمرو فهمي. كيف تابعت مستوى هذه البطولة في دور المجموعات الذي ربما كان غريبا بالنسبة للمتابعين بتواجد خمسة منتخبات في 3 مجموعات و4 منتخبات في مجموعة واحدة؟ صحيح، ربما احتاج البعض حتى لأيام عديدة لكي يفهم نظام البطولة، لأنه مستحدث في الحقيقة نظرا لظروف ما طارئة حدثت ما قبل البطولة، فبالتالي اضطر الجميع أن يرى بطولة فيها 5 منتخبات، حالة غرائبية في التاريخ الكروي على الأقل الحديث في الحقيقة، ليست مكررة. لكن ومسار البطولة في الحقيقة في ربع النهائي يبدو أنه تنتظرنا مباريات أعلى، لأن هناك مسارات في الحقيقة إن توجت سنرى مباريات بمستوى عالي جدا، احتمالية السودان المغرب مثلا، احتمال مشاهدة دربي مغاربي مثل المغرب الجزائر. هناك تساؤلات أكيد على بعض مستويات الفنية لبعض المنتخبات التي لم يكن تحضر البطولة بشكل مثالي مثل الجزائر، بما أثر ذلك على مستوى الفريق. شاهد المغرب كذلك ربما بدأوا بشكل غير مثالي، لكن مع الوقت مستوى الفريق تحسن. السودان كان المنتخب الأكثر ثباتا على صعيد المستوى، كانوا الطرف الأفضل في مباراة ضد الكونغو، الطرف مثالي في الحقيقة ضد نيجيريا، وكانوا كذلك الطرف الأفضل ضد السنغال. بالتالي ربما السودان هو المنتخب أكثر استمرارية أو ثبات على المستوى. موريتانيا خيبة أمل بالحقيقة سنأتي لها لاحقا، لأن التوقعات كانت ضخمة تجاه البطولة. سنتحدث عن كبير جدا على هذه البطولة، سنتحدث عن هذا الأمر لاحقا عمرو، لكن دعني أعود إلى محمد العلوي وأبدأ بالحديث عن أول المنتخبات التي عبرت إلى الدور ربع النهائي من المنتخبات العربية. كان المنتخب المغربي الذي حقق 3 انتصارات في مجموعته الأولى، لكنه تعرض لخسارة واحدة كانت أمام منتخب كينيا. كيف تابعت مشوار المنتخب المغربي في هذه البطولة الذي كان البعض يعتبر المغرب أنه من المنتخبات المرشحة للتتويج بهذا اللقب بعد تتويجه من قبل باللقب مرتين؟ صحيح، ولا زال مرشح نعتقد نابغ بحكم أنه يمتلك إمكانيات على الصعيد الزاد البشري من الأفضل في البطولة، لكن ما حدث بالحقيقة أنه في آخر لحظة جزء كبير من اللاعبين اللي كان الاعتماد عليهم غادروا إلى الاحتراف. التحيف مثلا ذهب إلى مصلال هنا في قطر، أكرم نقاش ذهب إلى الدور الإماراتي مع كردوفان، الحسين رحيمي كذلك أخو رحيمي سفيان ذهب إلى العين. فبالتالي المنتخب كأنما خسر لاعبين في اللحظة الحاسمة، يعني في آخر أيام قبل بداية البطولة. بالتالي ربما أحدث هذا مشكلة في الحقيقة في مسألة الانسجام، لأنه ما كان يعتمد عليهم لم يعودوا موجودين. بالتالي اضطر المدرب لاستدعاء لاعبين ربما أكثر خبرة. تلاحظ أن شكل المنتخب لم يكن مثالي بكل تأكيد. المغاربة كانت لديهم ردة فعل سلبية خاصة بعد خسارة ضد كينيا، مشاكل دفاعية، شاهدنا مشكلة العمق. والمشكلة الأساسية أنه في المباراة القادمة ليست لديهم مدافعين بحكم لديهم غيابات عديدة بحكم تراكم البطاقات على الصعيد العمق الدفاعي. لكن عموما أنا أعتقد أنه عطفا على الظروف الصعبة اللي عاشها طارق سكيتيوي اللي قادم بتجربة ناجحة مع المنتخب في الأولمبياد الأخير، أنه بحكم خسارته لاعبين حاسمين جدا في آخر لحظة، أنا أعتقد أن الوصول لهذا المستوى لحد الآن، لأن المنتخب تحسن في الحقيقة، يلعب كرة قدم في استحواذ عالي، خلق العديد من الفرص، لديهم هداف البطولة لا ننسى ذلك. في آخر مباراة قدموا أعتقد أفضل نسخة قدموها في البطولة، بالتالي ثمة هامش تطور من الواضح تدريجي في المنتخب. لكن التحدي الآن ستكون رحلة تنزانيا، لأنه مناخ مغاير، ستلعب أمام 70-80 ألف متفرج في درجة حرارة مرتفعة ورطوبة مرتفعة جدا. بالتالي سيكون ذاك تحدي حقيقي بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، خاصة مع الغيابات الكبيرة جدا. لكن لا ننسى أن المغرب لديه تقاليد كبيرة جدا في هذه البطولة في الحقيقة. كما قال عمرو، فاز مرتين متتاليتين بالبطولة عندما نظمهما أو نظم إحدى نسخهما. النسخة الثانية كانت في الكاميرون مع حسين عموتة، فاز بسهولة في الحقيقة بدون أي مشاكل. وكان بفضل هذه البطولة كذلك أنتجت المغرب لاعبين وصلوا لأعلى مستويات. الكعبي مثلا مهاجم أولمبياكوس خرج هذه البطولة فعليا، كان هداف البطولة عندما نظمها المغرب وفاز بها بدون مشاكل كذلك. فبالتالي المغرب يعتبر إحدى الدول تقليديا لديه، لا أريد أن أقول اهتمام لهذه البطولة، لكن على الأقل احترام لهذه البطولة. بالتالي يشارك بمنتخب على الأقل محليين. إن كان مقترح البطولة الماضية في الجزائر أن يشارك بمنتخب أقل من 23 سنة، لم يشارك لأسباب لا داعي للمرور عليها. فبالتالي أعتقد هناك تحسن
هناك مؤشرات ايجابيه خاصه في اخر مباراه، فبالتالي اعتقد انه يجب دائما وضع المغرب نابغ كاحد المرشحين لهذه البطوله. أتحول إليك عمرو للحديث عن المنتخب المغربي مع مدرب لديه خبرة كبيرة، طارق سكيتيوي، هذا الرجل الذي قاد منتخب المغرب في أولمبياد باريس 2024. لكن أريد أن أتحدث عن مواجهة ربع النهائي التي ستكون قوية وسيكون اختبار صعب للمغرب أمام منتخب كبير بقيمة منتخب تنزانيا الذي لديه أندية كبيرة كعزام، إضافة إلى سيمبا وأيضا يانغ أفريكانز، هذه الأندية التي تطورت بصورة كبيرة مؤخرا في القارة السمراء. صحيح، المنتخب المغربي منتخب له باع يعني، وكما أكد محمد قبل قليل، ولكن هو ربما اختبر فكرة اللعب أمام صاحب الأرض بمباراة كينيا في ثانية مبارياته في هذه البطولة، والتي خسرها بشكل غريب بهدف دون رد. يعني ربما هذه المباراة أعطته فكرة نوعا ما ينتظره أمام تنزانيا، وإن كان المنتخب التنزاني أقوى من الكيني بكثير، لأن كما قلت نابغ المنتخب التنزاني الأول حتى يعتمد بالدرجة الأولى على اللاعبين الذين ينشطون في الدوري المحلي، سيمبا، يانغ أفريكانز، عزام. هذا الثلاثي من الأندية يمتلك من الموارد المالية ما يؤهله ويمكنه من الحفاظ على أفضل اللاعبين دون أن تغريهم عروض الاحتراف الخارجية، بل حتى هذه الأندية تستقطب لاعبين من مناطق مختلفة في إفريقيا، من الكونغو الديمقراطية، من غانا، من بوركينا فاسو، يعني شاهدنا الكثير من اللاعبين يحترفون في هذه الأندية. وبالتالي المنتخب التنزاني سيكون أصعب بكثير على المنتخب المغربي من نظيره الكيني. كينيا حينما أعلنت صاحبة القرعة في نيروبي واحدة مع المغرب وزامبيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية، كان يعني الجو في الصالة أو القاعة التي سمت فيها القرعة جو يعني تشاؤم كبير جدا بأن المنتخب الكيني سيتذيل هذه المجموعة. صحيح كينيا تصدرت في النهاية، لكن هذا يعطي مؤشرا على القوة النظرية حتى لهذا الفريق. الوضع سيختلف أمام تنزانيا، حتى ملعب بنجامين ماكابا في دار السلام ربما يعني يتسع إلى 60,000 متفرج وربما أكثر من ذلك. نعرف في أفريقيا لا يوجد دائما الالتزام بالساعة القصوى للملاعب. أيضا المنتخب التنزاني حتى على مستوى الرصيد البشري لديه هداف أكثر من ممتاز، وكليمنت مزيزي الذي يلعب في فريق يانغ أفريكانز ومرشح بقوة، وصارت أنباء يعني كبيرة عن انتقاله لنادي صلال القطري بعد نهاية البطولة مباشرة. لا نعرف، ولكن ربما سيتأكد هذا بعد انتهاء البطولة. وكان حتى قبل البطولة صارت شائعات حول اقترابه من الزمالك هنا في مصر، وبالتالي هو لاعب هداف. صحيح سجل هدفين فقط وليس ثلاثة كمتصدري ترتيب الهدافين في البطولة، ولكنه لاعب قناص بإمكانه إرباك الدفاع المغربي واستغلال حتى بعض المشكلات الدفاعية التي ظهرت على أسود الأطلس في الدولة. ولذا ستكون مواجهة صعبة للغاية حتى على مستوى الطقس. يعني دار السلام على البحر مباشرة، نسبة الرطوبة أعلى بكثير من نيروبي التي هي ليست على الساحل الشرقي لإفريقيا من الناحية الجغرافية، وكذلك من الناحية الفنية كما أوضحنا. يعني ستكون مباراة صعبة، ولكن تقاليد المنتخب المغربي، خبرة طارق السكتيوي كمدير فني وحتى كلاعب. يعني طارق السكتيوي كان بطلا لإفريقيا مع منتخب شباب المغرب أظن عام 97 إن لم تخني الذاكرة. يعني هذا الرجل بخبرته كلاعب وكمدرب وما حققه من ميدالية أولمبية تاريخية في باريس العام الماضي، أعتقد أن المغرب قادر على تجاوز هذه العقبة، حتى وإن كان سينتقل إلى مناخ مختلف نسبيا عما ألفه طيلة الدور الأول في نيروبي.